مش كل اللي بيعمل اعلان بينجح، في حاجه مهمه اغلب الناس مش بتشوفها. مشاريع صغيره كتير بتفشل مش علشان المنتج بتاعها وحش، لا، السبب الحقيقي ان التسويق مش شغال كويس. بيبداوا على طول يعملوا اعلانات وينزلوا على السوشيال ميديا من غير اي خطه، ده كده مش تسويق، انت كده بتخمن. علشان تلاقي فايده من التسويق في 3 خطوات لازم تمشي عليهم. حدد الجمهور بتاعك صح، لازم تعرف بالظبط انت بتبيع لمين. من غير جمهور مناسب حتى احسن اعلان مش هتلاقي منه اي نتيجه. تاني حاجه، اعمل عرض الناس ما تقدرش ترفضه. مهم العرض بتاعك يحل مشكله ويشيل خطر عن العميل بتاعك ويخليه سهل يوافق عليه. لو الناس مش بتشتري غالبا المشكله في العرض مش في الاعلان. تالت حاجه، خلي الرساله بتاعتك واضحه وبسيطه. لازم الرساله بتاعتك تشرح بسرعه انت بتعمل ايه وليه ده مهم، من غير ما يكون في تعقيد او اي كلام كتير. ابل ونتفليكس ونايكي ناجحين لان جمهورهم وعروضهم والرسائل بتاعتهم كلها متوافقه مع بعض تماما. المشاريع الصغيره بقى الموضوع بيبقى صعب لانها بتركز على انها تشد الناس قبل ما تصلح العرض والجمهور. غير طريقتك، ابدا شوف مين الجمهور بتاعك والعرض بتاعك، وبعدين النمو هيبقى اسهل بكتير.